اظن سمعتوا صوت القرمشه اللي في اول الفيديو. جميله جدا العوامات او لقمه القاضي زي ما بتسموها في بلدكم. اول حاجه هجيب معلقه خميره كده صغيره، بيره او خميره فوريه، وهنزل عليها معلقه سكر وميه دافيه، هسيبها تخمر على جنب، وهبدا احضر المكونات الجافه بتاعه لقمه القاضي. بس هسيب دي تخمر، اغطيها كده لغايه لما تخمر، وهوريكم هعملها ازاي. دول كوبايتين دقيق، هنزل عليهم معلقه سكر ومعلقتين نشا كبار ومعلقه صغيره خالص بيكنج باودر. النشا فايدته في العجينه انه بيخليها مقرمشه كده وبتبقى هشه وجميله. خمرت معايا الخميره، هنزلها وهنزل عليها كوبايه ميه، والميه طبعا هتنزليها واحده واحده وانت بتقلبي العجينه عشان تشوفي القوام المظبوط للقمه القاضي. كده بقى انا هنزل كمان ربع كوبايه، وهبدا برضو اقلب فيها زي ما انتم شايفين. تقليب العجينه بتاعت العوامات بتبقى تقليبتها ليها تقليبه معينه زي ما انت شايفه كده، بمعنى اصح بربها. بفضل كده اقلبها بالمعلقه او بسباتولا او مضرب سلك. بتقلبيها في نفس الخطوات اللي انت شايفاها دي بالظبط عشان تعملي لها عرق وتبقى بتمط معاكي كده زي المستيكه. بس هبدا انزل بقى معلقتين زيت كده صغيرين وهقلبهم كده، اخليها كده ايه العجينه تبقى ناعمه معايا. كل ما بقلب في العجينه بتبقى معايا ناعمه وقوامها ممتاز للقمه القاضي. بس دي كده القوام المظبوط، تحسي كده اللي هي عامله زي المستيكه كده بتمط معاكي. ده القوام المظبوط للقمه القاضي. هسيبها تخمر لمده ساعه او نص ساعه حسب حراره الجو عندك في المطبخ. ودي كده بعد التخمير بصوا النتيجه بتاعتها جميله جدا. هقلبها كده وهبدا اربها ربه كمان زي ما الراجل بيعمل بتاع لقمه القاضي بالظبط. هربها بنفس الطريقه وهبدا اشتغل بقى فيها. ممكن بقى تشكليها بكيس حلواني او ممكن تشكليها بالمعلقه زي ما هي متعارف عليها في المحلات. بس هجيب الزيت هسخنه وهبدا انزل كده بالكيس، هقطعه حته صغيره وهبدا كده بالمقص. هنزل الزيت في المقص كده وهبدا اقطع بيه عشان تقطع معايا بكل سهوله. هنا بقى هتبدا كده ايه تطلع معايا فوق الوش، وهفضل اقلب فيها. ودي كده هقليها القليه الاولانيه، هي بتتقلى مرتين عشان تديكي القرمشه والنتيجه الصح للقمه القاضي. كده اول قليه هطلعها كده ايه لونها ذهبي خفيف، وهبدا اشتغل كمان بالمعلقه. هحط المعلقه في قلب الزيت وهبدا اطلع كده الكور، بتطلع معايا برضو شكلها جميل قوي بالمعلقه وبتبقى مظبوطه معايا. التقليب بتاع لقمه القاضي انك بتقلبيها بنفس الطريقه اللي انت شفتيها كده. انا قليت اول كميه، هبدا بقى بعد كده هسيب الزيت يبرد وهبدا انزلها تاني بعد ما بردت معايا وبقت تمام. هسخن الزيت تاني وهنزلها بنفس الطريقه اللي انت شايفاها في الفيديو كده كله. هقلبها بقى وهديها بقى اللون الذهبي الغامق اللي هو اللون داخل كده على البني زي ما بتشوفيها في المحلات بالظبط. هقلبها واكون مجهزه معايا شربات على جنب. الشربات مكونته كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، عصير نص ليمونه. هغليه على النار وهسيبه يتقل وهيبرد معايا، وهبدا كده اكون بجهز لقمه القاضي وهنزله فيه بنفس الطريقه. ده اللون اللي انا عايزاه في لقمه القاضي زي ما بتجيبيه من بره بالظبط. بس هقلبه كده بقى في الشربات، واول ما هقلبه تقلبتين كده هطلعه على طبق وهصفيه من الشربات كويس جدا واطلعه على طبق. بجد طعمه تحفه جدا. القرمشه فيه بقى رهيبه، وطعمه تحسي ان انت كده بتاكليه من بره، مش عاملاه على ايدك في البيت. حاجه ممتازه. بصوا لقمه القاضي عامله ازاي معايا من جوه وهشه وطريه. شفتوا الهشاشان وجميله جدا. هنا كده بصوا المنظر تحفه بجد بجد، تستاهل ان انتوا تجربوها. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.